الأماكن التراثية في بلدنا. كله يصحى ويركز كده معايا. طيب، بعد تعتبر مصر أغنى دولة في العالم. الحمار اللي بيتكلم ليه؟ بسبب وجود بها تراث حضاري. بسبب وجود بقى تراث ايه؟ حضاري. بسبب وجود بقى ايه؟ تراث حضاري وإنساني. يبقى لما يجي يقول لك يا اولاد بما تفسر تعد مصر أغنى دولة في العالم بسبب وجود بها تراث حضاري وإنساني. التراث الحضاري ده يا اولاد، التراث الحضاري ده يا اولاد من آلاف السنين. من آلاف الايه؟ السنين. يعني بمعنى أصح يا حبايبي من عهد ومن عصر أجدادنا الفراعنة المصريين القدماء. يبقى الحضاري والإنساني ده موجود من إمتى؟ من آلاف السنين. من آلاف السنين. من عصر أجدادنا. من عصر مين؟ أجدادنا الفراعنة. اللي هم مين؟ المصريون القدماء. حتى الآن. حتى الإيه؟ حتى دلوقتي يعني. حتى إيه يا ابني؟ اللي هو دلوقتي. ماشي. طيب، فمصر يا ولاد لها أهم 7 مواقع، يعني 7 مناطق. ال7 مناطق دول يعتبر أهم مواقع للتراث العالمي، أهم مناطق تزورها في مصر، أهم مناطق تروح تعمل فيها سياحة. ال7 دول هم إيه؟ وطبعا ال7 دول في منظمة اسمها اليونسكو هنتكلم عنها في آخر الدرس، وضعتهم من ضمن قوائم التراث العالمي. يبقى مصر فيها كم موقع؟ 7. مصر بها 7 مواقع تراثية. طيب بس يا ديسكوت يلا. 1، ركز كده بقى معايا، وقبل ما نروح على 1 هقول لحضرتك ملحوظة جميلة جدا جدا جدا، يعني جدا جدا جدا. اصحى يا عم، في ايه؟ ها؟ 7 مواقع دول يا اولاد ل3 انواع من التاريخ. يعني في عهد المصريين القدماء، مش بس كده، في عصر الدولة الإسلامية، في عصر الدولة القبطية المسيحية. يبقى الآثار يا أولاد اللي هنتكلم عنها تعود لكم عصر؟ 3. الآثار تعود كم عصر؟ 3. يبقى احنا عندنا كم موقع؟ 7. عندنا كم موقع؟ 7. بيقعدوا كم عصر؟ 3. عندنا كم موقع؟ 7. عندنا كم موقع تراث؟ بيقعدوا كم عصر؟ 3. عندنا كم موقع؟ 7. عندنا كم موقع تراث؟ 7. بيقعدوا كم عصر؟ 3. يقعدوا كم عصر؟ 3 عصور. ايه هم العصور؟ عصر المصريون القدماء. عصر مين؟ مصر المصريين القدماء. عصر الدولة الإسلامية. عصر الدولة الإسلامية. عصر الدولة القبطية. عصر الدولة القبطية. عصر الدولة القبطية. عصر الدولة عصر الدولة القبطية. القبطية. عصر الدولة القبطية. والقبطية يعني ممتازين. أول حاجة وهو وادي الحيتان. أول موقع معانا اسمه إيه؟ وادي الحيتان. وادي يا حبيبي يا بابا اللي بتتكلم. أول موقع من ال7 اسمه وادي الحيتان. أول موقع من ال7 اسمه وادي الحيتان. بصوا يا أولاد، شايفين الفيوم؟
في الفيوم. يبقى فين؟ في الفيوم. الحيتان 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 في الفيوم. وادي الحيتان. وادي الحيتان. فين؟ الفيوم. فين؟ الفيوم. فين؟ الفيوم. عشان لازم نحفظه كويس جدا. طيب موجود في ايه الوادي ده؟ هياكل، عظمية، الحيتان. يعني ايه يا اولاد؟ يعني عظم حيتان كتير جدا جدا جدا، لدرجة ان هي الحيتان دي موجودة من 40 مليون سنة. الحيتان دي عظمها موجود بقاله كام سنة؟ يعني مر عليها وقت كبير جدا. يعني بمعنى أصح، شوف بقى ان هم يحافظوا على عظم الحوت ده ما يتحللش، يبقى احنا فعلا الموقع ده مهم جدا. عظم بيتحلل بدليل، اديك دليل. شوف انت، جيب كل الفرخة النهاردة بعد ما تاكل الفراخ، وسيب العظمية فوق السطح لمدة أسبوع. امسك العظمية كده هتلاقي إيه؟ تراب. صح، لأن العظم بيدوب، لأن العظم بيدوب. أما الحيتان في وادي الحيتان إزاي 40 مليون سنة وعظم الحيتان لسه ما دابتش؟ يبقى ده موقع مهم تراثي ولا مش تراثي؟ تراثي. يبقى موقع عظيم موجود في محافظة. تلخبطهم ليه؟ تلخبطهم ليه؟ خليتهم نسيوا. والله ما نسيتها. وادي الحيتان فين؟ في كام حوت؟ 3 7 ولا في حيتان اصلا عدد؟ هو موقع للحيتان عدى عليها كام سنه؟ 40 مليون سنة. ضمن قائمه التراث العالمي في المواقع الطبيعيه. ماشي؟ ماشي، اصحى كده. طيب تاني موقع، تاني موقع وهو جبانة منف. جبانة ايه يا ولاد؟ منف. جبانة جبانة منف. جبانة جبانة منف في الجيزة. جبانة منف في الجيزة. في جبانة منف فين؟ جبانة منف فين؟ هو انتوا صايمين ولا مش قادرين تتكلموا؟ طب اللي مش قادر يتكلم ده اكيد فاطر اصلا. جبانة منف في الجيزة. جبانة منف فين؟ جبانة منف فين؟ جبانة منف فين؟ فيها الأهرامات. فيها الأهرامات. البنات كلها فترة والله. فيها الأهرامات. فيها ما عدا آية. فيها الأهرامات. فيها الأهرامات. أهرامات الجيزة. أهرامات سقارة. أهرامات الجيزة. أهرامات سقارة. سقفوا لنفسكم يا شباب سقفة كبيرة جدا جدا. ممتازين قوي انتوا. بولدة 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 بولدة. سقفوا لهم سقفة البولدة. سقفوا لهم سقفة البولدة. عندهم 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 عندهم. بس اقعدوا. ربنا يحميكم. ربنا يحميكم. يحرسكم. سود. اديلهم 5 5. قل اعوذ برب الفلق في وشكم. قل اعوذ برب الفلق في وشكم. ايه؟ اكتر منكم؟ طيب يبقى جبانة المنف دي يا اولاد، اسمع بقى نشرح. جبانة منف، كلمة جبانة يا اولاد يعني مقابر. كلمة جبانة اصلا يعني عارفين التراب بتاعتنا؟ احنا بنسميها التراب صح؟ هم القدماء كانوا بيقولوا عليها ايه؟ جبانة.
يعني احنا دلوقتي في عصرنا بنقول التراب، احنا رايحين، لكن هم بيقولوا الجبان. عشان كده في اهرامات الجيزه واهرامات سقاره. اهرامات الجيزه واهرامات ايه؟ سقاره. يلا مين اللي هيقول بقى من الولاد رقم الموقع رقم 3؟ يا الولاد يا البنات؟ ان شاء الله انتوا نشوف انتوا هتطلعوا بولا ده ولا لا. انتوا ما تتكلموش خالص. تالت مدينه مدينه طيبه. تالت مدينه مدينه طيبه. في الأقصر. تالت مدينة مدينة طيبة. في الأقصر. عاصمة مصر القادمة. طيبة عاصمة مصر القادمة. طيبة عاصمة مصر القادمة. طيبة عاصمة مصر القادمة. فيها معبد الكرنك. فيها معبد الكرنك. فيها معبد الكرنك. معبد الدير البحري. معبد الدير البحري. معبد الدير البحري. كمان وادي الملوك. كمان وادي الملوك. اكتر واحد صوته عمار معاكم هو اللي كبير، بس كويسين. اما نشوف بقى انتوا لسه صوتكم بقى في اللي جايه. لسه شرحت ما شرحتش طيبه. طيبه دي بلد يا ولاد في قلب مدينه الاقصر هنا. وفي قلب مدينه الاقصر دي زمان في الجنوب كانت هي العاصمه لمصر. وكان المصريين بانيين فيها معبد الكرنك، معبد الدير البحري، وادي الملوك. الملوك يا حبيبي، وادي الايه؟ الملوك. وادي ايه؟ الملوك. يبقى فيها كام منطقة؟ معبد وادي الملوك. يلا الشباب، موقع رقم 4 وهو النوبة. طيب الناس بتتكلم ليه؟ اقعد يلا. اقعد يلا. اقعد يلا. اقعد يلا. اقعد يلا. اقول آثار النوبة. أنا ودني صدعت. أنا مش قادر أكتب، أنا اتثبت. آثار النوبة. تخلي الصبية كركوبة. آثار النوبة. تخلي الصبية كركوبة. في جنوب مصر. في جنوب مصر. البنات الفاشلين تموت العصر. البنات الفاشلين تموت العصر. محافظة أسوان. محافظة أسوان. إحنا الجدعان. إحنا الجدعان. لينا تراث مختلف العصور. لينا تراث مختلف العصور. عندنا معبد أبو سمبل. عندنا معبد أبو سمبل. عندنا معبد أبو سمبل. معبد بالإنجليزي يعني تمبل. معبد بالإنجليزي يعني تمبل. معبد فيلة. معبد فيلة. معبد فيلة. دير الأنبا سمعان. دير الأنبا سمعان.
المقبرة الإسلامية. احنا الشباب المية المية. المقبرة الإسلامية. احنا الشباب المية المية. سقفوا لنفسكم سقفة كبيرة وعاوزين نضرب كلنا الواد عباس عز ده. انت تنقل مع البنات الفاشلين هات لنا عمار. يلا روح. لا ايوه ما انا شايفه. انتوا بصراحة اللي تعبتوا. اتنقل يالا. تعالى يالا هنا يالا. اتنقل يالا. والله لا تتنقل. والله لا تتنقل طالما انت ما قررتش معاهم. يلا يا عم ده انا اللي شايفك. اتنقل هناك. اتنقل هناك. يلا عشان عندنا لسه حصه. لا مش بمزاجك. انا بدل ما اضربك هتتنقل هناك. قوم. لا يلا. اضرب. لا هتديني وهتروح تاني. هجيب العصاية. انت ما قراتش معاهم. انت كده واقف فشلتهم. والله العظيم قرأت. لا ما قراتش. نيل بقى هناك مع الفاشلين. والله انت ربنا مستر. لا مش هروح. مالك اقعد. ايه ده؟ انت طلع لك ايه اللي كده؟ طيب يلا بقى نشوف بقى اللي بعد منه. يا بس بقى النوبة. لسه حبيبي بدري. لسه حبيبي بدري. النوبة دي يا ولاد في أسوان. فين؟ في أسوان في جنوب مصر. في جنوب إيه؟ أسوان دي فين يا ولاد؟ فيها طبعا محافظة أسوان لها 3 أو 4 مواقع أثرية. الموقع الأول وهو معبد أبو سمبل. المعبد الثاني وهو معبد يعتبر من المعابد المهمة جدا ومعبد فيلة. بتلاقي كده وانت ماشي على الطريق على شكل الفيلة. كمان معبد دير الأنبا سمعان. دير مسيحي زي كنيسة كده. كمان في هناك المقبرة الإسلامية. في هناك المقبرة. يبقى في كام حاجة في النوبة؟ 4. دير الأنبا سمعان، المقبرة الإسلامية، معبد أبو سمبل، معبد فيلة يعني معبد فيلة. طيب مين اللي هيتنقل مع البنات عشان نبدأ؟ كل واحد دور. لا مش هتتنقل تاني. كل واحد دور. يلا روح. ايوه ما هو دور ويرجع على طول. الآثار رقم 5 يا سيد. ما تفضلش ترغي يا سيد. الآثار رقم 5. اقعد يلا. خمسة وهي يا أولاد منطقة أبو مينا. منطقة أبو مينا. هو انتوا الثلاثة اللي بتقولوا بس؟ انتوا وأحمد ورؤية ورؤية بس؟ وانتوا رحتوا فين؟ منطقة أبو مينا. منطقة أبو مينا. منطقة أبو مينا. في الإسكندرية الجميلة. منطقة أبو مينا. في اسكندرية. احنا البنات 100 100. فين انتوا بتلخبطوهم ليه؟ طب انا بقى مش هخليكم الدور تقولوا الدور اللي بعد مني. منطقة أبو مينا. في الإسكندرية. في الإسكندرية. فيها بقايا كنائس وأديرة وكمان منازل حول قبر القديس. وكمان منازل حول قبر القديس. القديس
ماري مينا القديس ماري مينا في منطقة أبو مينا في اسكندرية. ممتازين، سقفوا لكم سقفة كبيرة جدا جدا جدا. ايه بتقول ايه؟ بتندى ليه؟ امال مين اللي نادى؟ انت بتندى ليه يا عم؟ عايز اكتب يا عم واشرح بقى. والله ما ندى وربنا ما ندى. خلاص نسمع. يبقى منطقة أبو مينا دي فين؟ اسكندرية. فين؟ فيها كنائس وأديرة وإيه؟ بس لا، ده كمان فيها إيه؟ منازل حول قبر القديس ماري مينا، عشان كده سميت باسم إيه؟ أبو مينا، عشان كده سميت باسم إيه؟ تعالى روح يا عباس ارجع. خلاص بقى، يلا يا ولاد انتوا بقى ايه هتاخدوا؟ دير سانت كاترين. لا ما خلاص انا نقلتك من دلوقتي. ما تضيعش الوقت بقى عشان عندكم انجليزي. اقعد. مش عندي، عند المدرسين اللي بره. رقم 6 دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. دير سانت كاترين. أقدم الأديرة في العالم. أقدم الأديرة في العالم. أقدم الأديرة في العالم. أقدم الأديرة في العالم. جنوب سيناء. جنوب سيناء. جنوب سيناء. جنوب سيناء. جنوب سيناء. في ليه أهمية كبيرة. ليه أهمية كبيرة للديانات الثلاثة. ليه أهمية كبيرة للديانات الثلاثة. ممتازين وسقفوا لنفسكم سقفة كبيرة جدا. على فكرة والله أحسن منكم. مين اللي فاطرين؟ هم فاطرين؟ دول رجالة، دول الرجالة اللي هيحاربوا. اقعد يلا. ايه؟ فسطاط عسكر قطائع. القاهرة التاريخية. القاهرة التاريخية فيها مدن وعواصم إسلامية. وعواصم إسلامية. وآثار إسلامية. وآثار إسلامية. وآثار إسلامية. مقياس النيل. مقياس النيل. مقياس النيل. مقياس النيل. مسجد ابن العاص. مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن طولون. مسجد احمد بن طولون. بس يا ابن مسجد احمد بن طولون.
آثار قبطية زي الكنيسة المعلقة